لكن سعادة اللواء خليني أوجه نفس السؤال، إيه أسوأ التوقعات علشان بس ننتقل إلى نقطة أخرى؟ أسوأ التوقعات بكرة، هل ممكن بالفعل تحصل محاولة لاختطاف مرسي حتى ولو كانت محاولة؟ لا، ده هو في كمان معلومات ان لو تعذر ذلك يبقى اغتيال مرسي من قبل الاخوان والتنظيم الدولي كمان. يعني ليه؟ لمنع المحاكمه، عشان المحاكمه هتفضح المسطور كتير جدا، خاصه مش في قضيه قتل المتظاهرين دي، لا في قضيه التخابر. في قضيه التخابر. انما موافق يا دكتور على هذا الاحتمال؟ أسوأ الاحتمالات لانه انا اشرت لانه في كلام عن التخابر خطير جدا. يعني انا قرات في النهار وفي غير النهار اللبنانيه انه في مكالمات مسجله مع ايمن الظواهري الى اخره. هو ده الجزء الخطير جدا في الموضوع. كلام مع حماس وبتاع ده كلام فارغ مالوش، يعني انا ما بدلوش اي اهميه. انما لو كان فعلا لدى الحكومه تسجيلات صوتيه انه في مكالمات هاتفيه جرت بين الدكتور مرسي وايمن الظواهري، وحوالين بقى ان تتحول سيناء الى يعني جيش داعم للدكتور مرسي وبيستعد لاحتمالات انقلاب او شيء من هذا القبيل، هنا بقى هيبقى شيء في غايه الخطوره. وهيبرر حتى وهيبرر انا يعني استبعد ان يكون الدكتور مرسي قد ارتكب هذه، لانها مش